مساء الخير يا بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. زي ما تشوفوا هني صورت لكم اللصقة اللي طلبتوا مني صورتها في التعليقات. اللصقة هذه يا بنات خدوها على ضمانتي، هذه احسن نوعية ومتوفرة في اغلب العطارين، اني نخدم بيها. وفي نوعية تانية نحط لكم صورتها في الاعلى حتى هي، اسمها لصقة LG بالاحجام. خدوا الحجم الصغير حتى هي متوفرة في العطارين. واليوم خدمت لكم النكشة باللصقة هذه الكحلة عشان تحصلوها في أي مكان. أما اللصقة البيضة يا بنات أو لصقة الجرح زي ما نسموا فيها، ماذا بيكم تاخدوها بمكان ثقة، لأن أغلب الموجودة في العطارين ما تصلحش، ما تنفعش لأن مش ثابتة. لذلك يا بنات ماذا بيكم ما تاخدوهاش من أي مكان. لقيتوا النوعية الكويسة في الصيدليات خدوها، أنا نوصي عليها من الجنوب اللي نخدم بيها وتجيني بسم الله ما شاء الله. وطبعا حتى هي نقصها شرايط زي الطريقة هذه ونوتيها قبل التصوير عشان تسهل عليا. وحتى انتم قبل ما تبدوا في الحنة جيبوا طاولة او رخامة او اي حاجة، نقصوها زي توا شرايط حجم رقيق وحجم غليظ، وابدوا اخدموا عليها، حتجيكم سهلة وبسيطة وما تاخدش وقت. وحابة ننوه هيك على نقطة بسيطة للبنات المبتدئات. لما تجوا تقصوا بالمشرط والمسطرة عشان تجيكم مساوية، تحددوا الخطوط بالقلم الرصاص، بعدين تقصوا بالمشرط والمسطرة. يعني توا قصيت بدون مسطرة عشان مسطرتي ديما ضايعة بس حبيت نوصل لكم الفكرة حتى بدونها. وتوا بنهدرز شوية على رمضان، طبعا توا رمضان على الأبواب، إن شاء الله يهل علينا كلنا بالخير والصحة يا رب. شنو خديتوا شنو وديتوا، بديتوا في حملة رمضان ولا مازال؟ إن شاء الله ينعاد عليكم كلكم الصحة والعافية يا رب. يعني طبعا رمضان نحبه هلبة ونحس فيه براحة نفسية، مش عارفة كلكم زيني ولا لا. ونهيئ نفسي لأغلى ضيف يمكن يمر عليا. ويا بنات ما تنسوش حتى انتم اهم نقطة تهيئوا قلوبكم لأغلى ضيف، وتديروا تجهيز مسبق وترتبوا الجدول بالدواء، لأنه هو يا بنات شهر عبادة ويجي مرة في العام. لذلك ما تخلوش نهاركم كله يفوت في المطبخ والضمان. انعشوا قلوبكم ونفسكم بالاستغفار والصلاة على النبي بعد كل صلاة. والقرآن يا بنات حتى هو أجمع فيه النية هو والصيام. وأفضل وقت طبعا للقراءة هو الليل، هيك بعد تكملي تراويحك وتكوني هيك رايقة، اقري فيهم حتى سورة سورتين. مش مهم ختمت القرآن كله في رمضان ولا لا، لأن العبرة يا بنات بالتدبر مش بالختم ولا وين وصلتي. المهم القرآن وين وصل في قلبك. وتذكري إن أول ليلة في رمضان تنفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. أدعوا لنفسكم ولأهلكم إن يبلغكم وإيانا الجنة، وما تنسوش من دعواتكم ها أحسن الظن بالله. وهذه أهم أهداف ممكن تحققيها في رمضان. وهذه فرصة طبعا حتى هي للإصلاح والرجوع لله. وبس ونخليكم مع الفيديو، وما تنسوش تنوروني بلايكاتكم وتعليقاتكم، ونحبكم هالبا.